لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى قلنا نعمل اكله كده، يعني ايه، لا لحمه بقى ولا فراخ ولا حاجات، هي فيها لحمه برضه بس قلت ايه يعني بما ان رمضان جاي وحوشه شويه فراخ بقى، فقلت ايه اعينهم رمضان، مش هلمسهم. بروح يم التلاجة عشان امد ايدي كده اجيب فرخه اقول لا مش لامساها، خلاها رمضان. طبعا رمضان الواحد بيبقى مهنج، لازم ياكل كل يوم ايه حاجه حلوه. فربنا يعيننا ويعينكم جميعا يا حبايب قلبي. اهم حاجه الاشتراك واللايك، اللي يحط لي المشترك يحط لي اللايك، واللي ما اشتركش اشترك وبعدين يحط لي اللايك، وربنا يديمكم نعمه في حياتي. طبعا هتقولي يا امير انت عامله ايه ده؟ اقول لكم طبعا عملت زينه، عملت زينه رمضان عشان انتوا مالكوش ذنب باللي انا فيه، يعني قلت ايه عشان تغيير لكم برضو للقناه وكده، فما تقعدوش تقولوا تملوا مني وكده، فقلت ايه اعمل شويه زينه للقناه. طبعا ده يعني بيعطي روح للمطبخ وطبعا ابويا قال لي اعملي اللي انت عايزاه، يعني ابويا قال لي اعملي انت اللي عايزاه، وانت حد هيزعل اكتر منك؟ يعني هي امي، انا اللي هزعل عليها اكتر من اي حد. فقال لي اعملي الزينه، هي الزينه مالها ومال الزعل ده في القلب. فاستأذنت منه الاول عشان خاطر يعني برضو ما يزعلش مني لو انا عملت حاجه زي كده. قال لي اعملي اللي انت عايزاه كلياته، طبعا الحزن يا بنتي بيبقى في القلب وكده. فقلت بقى اعمل بقى شويه زينه في المطبخ وكده. انا عملتش والله في الشقه ولا اي حاجه في الشقه، هو في المطبخ بس عشان التصوير، عشان لو وقفت مثلا معاكم ولا حاجه ما تملوش من المنظر الواحد. فقلت برضو افرحكم كده بهلال رمضان وبعد الايام كده، وربنا يا رب يخليكم كل حبايبكم وما تفقدوش عز عليكم يا رب العالمين. وحطوا لي اللايك وشجعوني كده. والنهارده ان شاء الله باذن الله الحاج بقى قلت له ايه سيبنا انا اعمل بقى صينيه مكرونه كده بالبشاميل ناكلها كده ارديحي من غير اي حاجه. وخش انت بقى لو سمحت واستعطفته كده ان هو يخش يروق له اوضه التلاجه. بصراحه انتوا عارفين الاوضه دي عشان احنا يعني ما فيهاش، يعني رجلنا ما بتحط ما بندوس فيها قد كده، يا دوب للتلاجة وخلاص. فتلاقيها بتتكركب على طول، اللي معاه حاجه بيحطها فيها، اللي معاه حاجه بيحطها فيها، سجاد لما حطها فيها، اللي معاه شنطه بيحطها فيها، فبتتراكم فيها الحاجات، بتبقى الله المستعان اوضه التلاجة دي. فقلت له والنبي يا رشاد خش ايه خش نضفها لي انت بقى كده وشيل الكركبه منها وظبطها عمال اوضب الغدا وكده. قال لي سهله يا ستي، فربنا يهديه لي يا رب ويهدي لكم كل حبايبكم وحبايب قلبي. يلا نقول بسم الله، حطوا له اللايك والاشتراك اللي ما اشتركش، ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا على البوتاجاز. بس ايه رايكم بقى في شويه الزينه اللي عاملاهم دولت؟ انا الفرشه اللي هنا دي غيرتها السنه اللي فاتت، كانت البتاع اللي هي قولوا معايا اللي هي اسمها لا اللي هي شاهقه، ما انا فاكره. جبت بقى اللي هي بتاع بوجي وطمطم وفطوطه والاشكال اللي هي الرسومات دي ماشي. وجبت بقى الفوط الجديده بتاعتي دي، كانت فوط تانية غير اللي انا كنت جايباها، فضيتها كده وحطيتها في بوله برضو من ضمن يعني النظام. وعملت هنا ده كده، ده واحد كده معلقاه، وده الكبير بتاعه اهو. حطيت الكبير برضو وحطيت جواه فرق النور عشان يقيد برضو من الجوانب وكده. وغيرت بقى، جبت هنا طقم التوابل بدل ما كان محطوط هناك، وحطيت الناحيه اللي هناك طقم التوزيع، ويعني ايه ظبطت الدنيا وكده. ايه رايكم بقى؟ يا رب التغيير. قولوا لي بقى لو الرخامه مسحومه ولا حاجه، قولوا لي برضو عشان ايه اخف من عليها شويه. هنا عندي لبن اهو، انا كنت مطلعاه وبغليه عشان خاطر اعمل ايه شويه بشاميل. تعالوا بقى احنا هنعمل النهارده بتاع على اللبن بيغلي اهو، حطيت فيه قطعه زبده بسم الله. ده اللبن بيغلي عادي خالص اهو، حطيت فيه قطعه زبده كده محترمه، وهنحط فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 1 2 3 ونص، 3 معالق ونص كده من الدقيق نحطهم على اللبن ونقلب كويس. وحطيت قطعه من الزبده كده. بنعمل البشاميل على السخن، يعني ايه ما حمرتش الدقيق ولا حاجه. ثانيه واحده تلاقيه ما شاء الله عمل قطعه زبده محترمه. اهم حاجه عشان الزبده هي اللي بتطعمه، ونوع اللبن. لو اللبن بتاعك جاموسي بيخلي البشاميل بتاعك بيبقى غني كده وطعمه زي العسل، انما لو بقري بيبقى خفيف ومالوش طعم قد كده. فياريت تستخدموا للبشاميل ده لبن جاموسي، بيبقى حلو قوي قوي. تانينا نقلب كده عشان لو في تكتلات في الدقيق ولا حاجه المضرب بتاعنا يفكها على طول. انا بصراحه عملتها من غير تصوير الاسبوع اللي فات، عجبت رشاد قوي عن ان انا بحمره كمان عن الدقيق لما بحمره. قال لي حلوه قوي وخفيفه كده
طعمها حلو. قلت له عشان انا عاملاها على البارد، يعني يا دوبك اللبن بتاعي بيسخن او بيفك واقوم جايه حاطه فيه الدقيق والزبده على طول. ماشي. تعالى بس نحط هنا شويه دقيق للميه بتاعتي. معايا هنا بسم الله، معايا هنا مكرونه المطبخ، نقلب بقى كده. الكيس ده 400 جرام على قده كيلو لبن. 400 جرام يبقى على دوبك على قده كده كيلو لبن. بس كده نسيبه بقى ايه يغلي، والبشاميل بتاعي شغال اهو. نحط نص معلقه كمان عشان حاسه ان هو خفيف شويه. الزبده بتبقى تخلي البشاميل بتاعك غني وليه طعم كده حلو مختلف عن الزيت. الصراحه انا جربت ده وجربت ده، الزبده بيبقى لها طعم حلو قوي. كده البشاميل بتاعي جاهز اهو. كده يبقى خلاص. هنحط له شويه فلفل اسود وشويه ملح. عايزه تحط له رشه جوز الطيب حط. انتوا عارفين ان البوتاجاز بتاعتي بتقعد تعمل موسيقى كده، فايه شويه ملح. في ناس بتحب تحط مرق دجاج للبشاميل، في ناس بتحب تحط مرق دجاج للبشاميل. نحط شويه فلفل اسود. لا، ونهدي كده على البشاميل. هو خلاص استوى، انا هشيله عشان هعمل مطرحه اللحمه المفرومه او اعصج اللحمه مطرحه. بسم الله. الفلفل الاسود اهو. الفلفل الابيض والله ما ليه ريحه الريحه ولا ليه ريحه الطعم، ولا ما انبسطتش منه خالص. اللي هو الفلفل الابيض ده، الفلفل الاسود بيدي ريحه احسن منه كمان. بس كده شايفين. هنشوف بقى كده شايفين البشاميل بتاعي تقيل وزي العسل ازاي اهو. عايزه تخفيه عن كده خفيه. هشيله بقى واحط مطرحه الايه اللحمه اللي هنعصجها مع بعض. ماشي. نجيب بقى البصلايه بسم الله نخرطها بقى عادي كده، بما ان رشاد بقى مش معايا، فاحنا في رمضان هنضطر ان احنا ايه نخرط كده على السريع السريع. انما لما رشاد بيبقى معايا هات نحط المكرونه هنا على النار. لان اللي في النص دي مضايقاني، كل شويه تهب وتطفي تهب وتطفي. يعني ما خدتش بالي دلوقتي، كنت ممكن اتنيها قاعده كده والغش شغال. رشاد اللي بيخرط لي على البتاع اللي هي الخشبه دي، القطاعه بتاعت الخضار، ويخرط لي البصلايه دي في ثانيه. بس انا بقى ايه مش هقول تعالى خرط لي البصلايه، لان في رمضان انا مش هقعد بقى خليه يضحك عليا. متاخدش من ايدينا حاجه، في ثانيه واحده بنكون مخلصينها اهو. خرط كمان الصغيره ديت. النهارده فيديو على الطبيعه خالص اهو، بالحاجه متخرطه ولا حاجه. حطوا لي اللايك بقى عشان انا تعبت في تخريط البصل اهو. حطوا اللايك لامير عشان ما تزعلوهاش. حبيب قلبي ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. بس كده اهو. شوف كده يمكن ربنا يهديها. انا سايباك مفتوح والله عشان خاطر ما تفرش على البوتاجاز. لسه مغيره البوتاجاز ومغيره الدنيا، ايه البتاع حلف لاحسن. نقلب بقى المكرونه. لسه طبعا قدام منها شويه. نسيبها بقى ايه نوري بالغطا كده عشان خاطر ايه ما تتعملش مننا تفور تاني. نجيب حته زبده بسم الله. حته زبده كده للعين اللحمه، حاجه بسيطه برضه.
بشويه زيت. حطيت هنا التوابل اهي، هوريها لكم برضو قصدي المكسرات. ولسه بقى حطيت هنا المكسرات اهي زي السنه اللي فاتت، بحب احطها كده عشان تبقى تحت ايدي وانا ايه وانا بعمل الحلويات في رمضان، تبقى تحت ايدي وكده. بس كده حطيت شويه زيت كده، وامسح الازاز عشان ايه رايكم بقى في الهول ده؟ ايه رايكم؟ كنت في القاهره قبل ما اصور خالص السنه اللي يعني من قيمه سنتين 3 كده، وبعدين لقيت بقى الحاجات دي بتتباع وجبتهم وحطيتهم هنا بخير كده في المطبخ عشان خاطر برضو ايه يدوا منظر. وادي الاهرامات بتاعتي، جايبه بالهول وجايبه الاهرامات. الاهرامات ديت عباره عن يعني مش عارفه عقد ولا ايه، جميله قوي بصراحه. عندي بقالها سنتين 3 اهي، كنت حطاها في النيش وبعدين قلت رشاد اما اعمل بقى ديكور كده في المطبخ ولا حاجه. ادي الزبده بتاعتي مع شويه زيت، وادي البصلايه يا دوبك، بس البصلايه بتاعتي تدبل حاجه بسيطه. ممكن برضو تحط اللحمه الاول وبعد كده البصل عادي، ده عادي وده عادي. احط شويه ملح كده عشان ادبل لي البصلايه. التوابل اللي انت عايزه تحطيها في تخصيصه اللحمه حطيها، عايزه تحط بهارات، عايزه تحط اي حاجه حط، مهم مفيش. ادي اللحمه متلجه لسه، سيبها بقى تفك براحتها خالص. والمكرونه بتاعتي خلاص اتسلقت، هصفيها ونرجع نعمل الصينيه مع بعض. انا نحط للحمه كده ايه طماطميه ولا حاجه. انا جربتها المره اللي فاتت حطيت لها طماطميه بصراحه كانت مسكره ومخليها زي العسل. نمسك كده الطماطميه ونخرطها عليها خرط صغيره كده زي السلطه. ده الحته اللي هناك دي اللي لسه ما فكتش، هي بتفك على طول، يعني انت مقدار ما بتحطها كده وتشم النار بتفك على طول. معايا قرن فلفل احمر كده على اخضر مشبح، نحط كده حته منه. تديله ريحه حلوه قوي، تدي اللحمه المعصجه ريحه حلوه قوي. نقلب بقى كده بسم الله. هنحط التوابل بتاعتنا بشويه ملح، مش هنكتر عشان احنا كنا حاطين على البصلايه شويه ملح. نحط شويه فلفل اسود، شويه بابريكا، شويه من الكزبره، شويه من السبع بهارات. بس كده مش هكتر، السبع بهارات دي بقى كل حاجه. صفيت المكرونه بتاعتي وخلاص كده الاكل بتاعي بقى جاهز، يا دوبك بس نوضب الصينيه وقفت الفرن كمان من فوق ومن تحت عشان يسخن والاكل بتاعي يستوي على طول، لان احنا ميتين من الجوع. بس كده يا حبايبي اهي، ادي اللحمه بتاعتي خلاص بقت زي
ايه رايكم في اللون ده بقى؟ نطفي النار. تعالوا بقى معايا كده عندي الايه، بسم الله. بصوا بقى يا حبايبي، انا جبت المفرش ده برضه لرمضان كده عشان نفطر عليه. ده المتر ب35 جنيه، متر في متر ونص. هو عرض متر ونص وطول متر، انا قاطعه متر بس كده على قد الفطار نفطر عليه في رمضان. وده جلد جميل وتحفه اهو. وانا حبيت اجيبه الخياميه، افتكرت اسمها الخياميه بتاع السنه اللي فاتت اللي انا كنت فرشاها هنا على الرخامه، كان اسمها الخياميه. المره دي بقى جبت بقى اللي هو الايه، بوجو وطمطم وسموره والاشكال الجميله دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البشاميل بتاعي بس برد بقى. حاج رشاد خلصت يابا؟ حرمش يا اخوي، حرمش يا اخويا حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله مكرونه وبركاته. بشاميل بقى كله تمام. انا جايلي اشعار، اعمل ايه بقى؟ معلش شلت الاشعار لحسن كان جاي على الشاشه وما كنتش شايفاكم. كده انا شايفاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي بقى هنا كده نحط كده نص المكرونه في الصينيه بتاعتي، ماشي. ادي نص المكرونه اهي في الصينيه، وننزل بقى بشويه بشاميل كده محترمين. نقلب بقى البشاميل كده مع المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هيدا الفرن عشان خاطر ما تاخدش وقت فيه، سخني الفرن كده قبلها عشان خاطر تخش كده تقعد بالكتير ربع ساعه وتطلعيه. احنا كل حاجه عندنا مستويه، ولكن انا بحب احطها في الفرن كده شويه ايه، تطلع بقى في ناس بتحبها محمشه كده يعني متحمره جامد، وفي ناس تحبها طريه زي حالاتي. انا بحبها كده بتلظ كده. كده خلاص حطيت المكرونه على الايه، على البشاميل اهو. حبايب قلبي نحط بقى عليها اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى كده باللحمه كلها. كنت جايبه اللحمه دي من فتح الله وفرماها وخلصتها، عايزه اروح اجيب تاني بقى قبل رمضان. دي اتاخرت ان الواحده تروح تجيب الحاجه من بدري، دي النهايه. نفرد بقى اللحمه بتاعتي كده في الصينيه. وفي ناس بتعملها رق واحد بس، تحط المكرونه كلها من تحت وتحط اللحمه المفرومه على الوش وتقوم جايه حاطه البشاميل. وفي ناس تحب تقلب ده على ده. كل ديت اختياراتك زي ما تحبي اعملي، ولكن انا بحبها زي ما امي ما كانت بتعملها رحمه الله عليها، كانت بتعملها لنا كده. شويه لحمه والله العظيم ريحتهم يعني مش عايزه اقول لكم. انا حطيت لها البهارات 7 بهارات وشويه بابريكا وشويه بتاع كزبره وشويه ملح وشويه سبع اسمها قولوا معايا نسيت انتوا بقى فاكرين عنه. هذا كده حط بقى المكرونه على الوش كده. احلى حاجه المكرونه بتاعتك تكون لازقه ببعضها بتاع البشاميل عشان خاطر تطلع لك قطع كده. انما لو غسلتيها بالميه هتطلع معاك مفرفره بقى ومفرفته، مش عارفه تطلعي القطعه كده بقطعتها. والله العظيم المره اللي فاتت والله العظيم كم مره كانت طالعه خرطه بخرطتها، بس لما بتبرد ما ينفعش وهي سخنه. وهي سخنه دي صعب انها تطلع معاك قطعه. يا حبايبي شيل بقى الحاجه كده. ننزل بقى بالايه، بالبشاميل. بسم الله. البشاميل بتاعي تقل مني عشان خاطر انا سبته برد شويه، ما انا كنت طافيه عليه كان مظبوط.
بيبقى هادي شويه وطري كده على القلب كده وانت بتاكليه، خلاف اللي انت بتحمر الدقيق بتاعه. ممكن بقى تجيب جبنه موزاريلا على الوش. انا عندي الجبنه الموزاريلا، لكن لو طلعتها هتاخد وقت في انها تفك، وفي نفس الوقت ما بتطلع متلجه كده ما بتمطش، عايزه تطلع من قبلها بدري. يعني عامله حسابك هتعملي مكرونه، اعملي حسابك من قبلها بدري. بعد كده ونجيب بقى بالسباتيولا دي ونحط في الاماكن اللي هي فاضيه شويه. طبعا اللون اللي في الحله ده من اللبن، انما البشاميل بتاعي طالع زي العسل اهو، ولا فيه اي حاجه. حطها بقى في الفرن ونيجي يا حبايب قلبي نقدمها مع بعض. خلصت كده يا حبايب قلبي، طلعت المكرونه من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم بقى؟ هذه المكرونه بتاعتي اللي زي العسل، تستاهل بكم والله. وادي البطاطس بقى، حمرت شويه بطاطس وعملت عصير فراوله. وادي السلطه. ده بقى يا حبايب قلبي احلى حاجه في الدنيا. كنت جايبه 2 كيلو ليمون وخللتهم، وبرده يعني ما عادش غير حاجه بسيطه زيه وزي اللحمه اللي انا جبتها جبتها المفرومه وخلصتها برده قبل رمضان. فالله المستعان مش عارفه اعمل ايه والله في رمضان ده. شايفين بقى الجمال؟ المكرونه بتاعتي حاجه كده يعني فخر من الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. رهيبه والله العظيم، رهيبه. عشان البشاميل اللي عامله باللبن الجاموس. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. الحاج مش فاضي يعني مش هينفع الكلام ده ولا مش هيجي ادوق؟ يا نهار السوخ يا نهار السوخ، انا جاي جاري. ما دوقتش حاجه، ده انا جاي جاري والله العظيم بقول لكم الحاج مش فاضي. طب تعالى دوق كده وقول. ده انا جاي جاري يا جماعه. ينفع الكلام ده والنبي؟ السلام عليكم الاول. السلام ورحمه الله. ينفع الكلام ده؟ بجيب انت تقول لي بقى شيل السجاجيد والحاجات اللي هناك يا برضه والله ولو واخدنا انا كل عشان تتلسع. انا بدلك من تحت لا. تسلم ايدك يا راجل بامانه الله، مصحف تحفه تحفه تحفه. تضحك بقى، لا تقولي لي فراخ ولا بانيه ولا ده ولا ده. احنا اليومين دولت ده كفايه اللحمه اللي فيها لوحدها، يعني الله المستعان. ربنا يعيننا على اللي احنا فيه والله العظيم، ويعين امه محمد جميعا يا رب العالمين. حطوا له لايك، ولو حابين تعرفوا طريقه تخليل الليمون قولوا لي، عشان خاطر الليمون ده بجد حاجه كده. استنوا كده اوريكم مع نفسكم يا بقى عشان انا طب دوق كده. طب والله العظيم رايح جاي اكل فيه اقسم بالله. طب نسيبوا رمضان يقول لي لا مش قادر. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. حطوا له لايك واشتركوا كده في القناه وقولوا لي الزينه كده عجبتكم ولا ايه، وربنا يديمكم نعمه في حياتي. ويلا حبيبي مع السلامه. طيبين. السلام عليكم. سلام.